رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. يلا نعمل أحلى فول. فول لون وطعم قوام، من غير دقيق، من غير نشا، من غير خزعبلات بقى وحاجات غريبة لا، هنعمل فول على أصوله. فول مكمور، الفول بتاع القدرة اللي ليه طعم وريحة ولون. بصي قوامه جميل ازاي، وهوريكي في الفيديو ازاي تخزنيه من غير ما ياخد كمية معاكي في الفريزر، وهيفضل فريش معاكي وطعمه تحفة. اهم حاجة تحطي اللايك وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نسمي ونخش هنعمل الفول الجميل ده ازاي. اعذروني نزلت الفيديو متأخر عليكم شوية. معايا هنا كيس فول الضحى او اي نوع فول، نقيته وغسلته كويس جدا. انا هنا مش هنقعه في ميه 3 ساعات و4 ساعات والكلام ده، لا، انا هنقيه واغسله كويس قوي 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 كذا مره. زي ما انت شايفه كده، حاولي ان انت تغيري عليه الميه كذا مره. وعندي الكاتل مفتوح، في ميه بتغلي، وهوريكي دلوقتي هعمل ايه. بس اوعي تنسي تحطي اللايك وتعملي كومنت حلو زي كده. ورمضان كريم. هنا انا عامله الكاتل بتاعي وهحطه يغلي، وبعد ما غسلت الفول وصفيته اتاكدت ان هو نضيف زي الفل زي ما انت شايفه يا ست الكل. هنزل عليه بالميه السخنه المغليه. ومهم جدا انك تحطي في حاجه بلاستيك تكون بتستحمل الميه، دي بتاعت تابر وير، مهم جدا. عندي هنا فواله، انا غيرت عليه الميه مرتين، يعني الميه بردت رحت حطها تاني وبردت وكده خلاص. بصي بقى الفوله معاكي ابتدت تطرى ازاي وجميله جدا. الفول لما بيتنقع كتير بيجرمس، الفول لما بيتنقع كتير بيجرمس. ودي اسرع طريقه ان انت ممكن تنقعي بيها الفول لو انت بتشتغلي ما عندكيش وقت. دي اسرع طريقه. هتحطي الميه السخنه بتغلي عليه وتسيبها تبرد خالص وترجعي تحطيها تاني. بياخد معاكي نص ساعه، حوالي ساعه، ولا 4 ساعات، ولا تبيتيه ولا الكلام ده كله يا ست الكل. استني، رايحه فين؟ اوعي تنسي تحطي اللايك. هنا هحط الفول بتاعي في القدره، ولا هقولك معالق سحريه ولا مش سحريه ولا الكزعبلات دي. هنا انا معايا كوبايه فول مدشوش، بتفرق جدا 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 في الفول. حطيت كوبايه الفول المدشوش، وعندي هنا كمان يا ست الكل ربع كوبايه من العدس الاصفر اهي، نص المج بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه الشاي ابو نعناع دوت التحفه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. حطي اللايك. هنزل هنا بمعلقه من السكر. السكر مهم جدا، بيساعد في طريان الفول. ونزلت بمعلقه من الخل، بتساعد ان الفول ما يأكسدش ويسود، هو والليمون. التركتين دول مهمين جدا. انا السنه اللي فاتت عملته بطريقه مختلفه تماما وكان حلو جدا برضو، والحمد لله عجب ناس كتير. بس لقيت الطريقه دي اسهل بكتير واوفر في الليمون. انا هنا مش هرمي قشر الليمون عشان انا محتاجاه، هستخدمه تاني وهقولك ليه. مهم بقى للريحه اللي تملى البيت معلقه من الكمون، والمعلقتين اللي هيخلوا الفول معايا تحفه، معلقه كركم ومعلقه بابريكا، بس كده، لا اكتر ولا اقل. هجيب الكاتل بتاعي مسخناه، حطيت الميه بتاعتي مظبوطه على قد القدره بتاعتي وعلى قد كميه الفول. لو زودتي الفول بتزودي كميه الكركم وبتزودي كميه البابريكا. انا هنا سبته على نار عاليه عشان ياخد غلوه، هياخد غلوه وطبعا مش هيقعد وقت كتير لان الميه معايا بتغلي. حاولي كده هاتي اللي تحت فوق وقلبيه من فوق لتحت زي ما حضرتك شايفه لون الميه تحفه ازاي. ده اللون اللي هيفضل معانا في الفول للاخر. بعد ما القدره بتاعتي غليت معايا، هاجي بقى اكمرها واحكمها قوي. هعمل ايه الاول؟ هوطي، اخلي النار زي الشمعة زي ما حضرتك شايفه كده. كل الموضوع هياخد معاكي ساعه بالظبط. جبت حته فويل، طبقتها 4، معلش انا ما صورتش الحته دي. وبعد ما حطيت الفول، رحت جايبه حته فويل كبيره وربطاها عاملاها زي الحزام، بس الحته دي برضو للاسف اتمسحت. بصوا بقى الفول بتاعي هنا ابتدى يخش في التسويه، كان حاجه تحفه جدا 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 جدا.
طبعا انا حطيت حته بميه سخنه عشان تفضل سخنه معايا. لو ان انا بضربه بنص ضربه بالهاند بلندر. بصي بقى هتلاقيه قوامه معاكي تقيل، ما تضربيهوش كله. طب انا ما عنديش هاند بلندر ولا يهمك يا ست الكل، هتاخدي كبشتين تضربيهم في الخلاط. الفول لسه مستواش معايا، زودته شويه ميه سخنه من الحله اللي انا كاتمه بيها القدره. يعني جبت حله صغيره حطيت فيها الميه وقشرتين الليمون سبتها فوق الفول، منها تقل ومنها سخنه، عشان لو انا احتجت ان انا ازود الفول بتاعي ميه. ولا حطيت دقيق ولا حطيت نشا، والفول طعمه خطير خطير خطير. بتحطي الكميه اللي انت عايزاها